امبارح الموزع الموسيقي خالد علي سليمان اللي هو أخو الفنانة أنغام كتب على صفحته الرسمية بوست غريب، وفجأة البوست اتحول لترند. خالد في البوست ده كان بيهاجم عيلته بالكامل وبيقول إنه خلاص قرر يفضحهم ويكشف المستور. خالد كتب يقول: أهلي وعيلتي واكلين حقي وبينكروه، وماجدة بتشحت من الناس وبتبتزنا بحجة أحمد وياسين. ماجدة السبب في موت غنوة وعندي الدليل القاطع. طب هل ينفع أبقى عارف الحقيقة وعارف مين اللي قتل أختي غنوة وأسكت؟ أقسم بالله العظيم وحق جلال الله مفيش سكوت تاني، وبرضه مفيش عنف، بس هيكون في أسوأ للآخر. وأنا بقولها لكم أهو وقدام الناس كلها، يا إما تدوني حقي يا إما تقتلوني زي ما قتلتوا أختي غنوة بالظلم وتقتلوا ياسين بالبطء. ده انتوا عالم كفرة. ده أنا لو ضاع مستقبلي برضه مش هسكت. تحبسوني أو تعملوا فيا أي حاجة برضه مش هسكت. أنا ممكن أسكت بس لما تقتلوني، مش هسكت لآخر نفس، غالب كنت أو مغلوب. وانتهى البوست بتاع خالد، لكن طبعا ردود فعل الناس ما انتهتش، خاصة متابعي أخبار الفنانة أنغام. ناس بتقول إن خالد بيتعاطى مخدرات وبيهرتل بأي كلام، وناس بتقول لا طبعا مفيش دخان من غير نار، والعيلة دي معروفة بمشاكلها. دي أنغام نفسها مقاطعة والدها بقالها يجي سنين. وناس بيقولوا إن علاقة أنغام بأختها غنوة أصلاً ما كانتش حلوة وكانت بتحاربها ومش عايزاها تغني زيها. وكمان نشروا تصريح قديم لأنغام قالت فيه إنها لم تكن سبباً في غضب شقيقتها الراحلة غنوة منها، وقالت إن غنوة لم تعذرها قبل الرحيل بسبب تعمد أسرتها أن يجعلوا قلبها قاسي من ناحيتها. وكمان نشروا تصريح قديم لأنغام قالت فيه إنها لم تكن سبباً في غضب شقيقتها الراحلة غنوة منها. وناس طلعت منشور قديم لخالد وهو بيقول: أنا خلاص اتعافيت من المخدرات وبقيت إنسان جديد، وأختي أنغام هي صوت مصر الحقيقي. ومنشور تاني لخالد شقيق الفنانة أنغام بيتكلم فيه عن سر وفاة عمه الفنان عماد عبد الحليم. خالد كان كاتب على صفحته بالفيسبوك قبل كده إن عمه عماد دخل مستشفى نفسي بفعل فاعل، وقال: أنا عايز أقول للناس مين السبب في دخول عمي عماد عبد الحليم مستشفى أبو العزائم وتعرضه للعزل والتعذيب لمدة شهرين، والمستشفى في الوقت ده كانت معروفة بكده، وليه عمي عماد رسم قبره على ورقة مقطوعة قبل وفاته بأسبوع. قريباً هحكي لكم تفاصيل وأسرار خطيرة. وهنا انتهى كلام خالد شقيق المطربة أنغام، لكن كلام الناس على السوشيال ميديا لسه ما انتهاش، ودينا قاعدين ومستنيين وكل جديد هنقوله لكم. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.